الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الآية دي متفق عليها، يعني ذكرت في صحيح البخاري وصحيح مسلم. تانية بقى في مسند الإمام أحمد، قالوا: أين يا رسول الله؟ يعني الناس دي فين يا رسول الله؟ قال لهم: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يمكن مش عارف الفيديو ده أنا بعمله ليه، ولا هو هيقدم حاجة فعلا أو هيأخر حاجة، بس أنا بعمله مصداقا للحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تأكد إن في كتير منا لو عليهم وأتيحت ليهم الفرصة إن هم يعملوه يغيروا ده بإيديهم هيغيروا مش هيأثروا، لكن يمكن الفرصة دي مش متاحة دلوقتي، لكن انت متاح ليك ان انت تغير ده بلسانك. الناس سمعنا عن المظاهرات اللي حصلت في بريطانيا عشان فلسطين، وحصلت في الجامعة الأمريكية في مصر. الفيديو اللي انت بتشيره والبوست اللي انت بتنزله والهاشتاج اللي انت بتفعله، الحاجات دي كلها ليها دور كبير جدا في اللي حصل ده، وان يبقى صوت فلسطين مسموع في العالم. تنزل علشان تقول انت في صف مين على مين او مين ضد مين. احنا كلنا عارفين ان احنا مع فلسطين، وان فلسطين على حق، وان هي الارض بتاعتنا، وان اللي موجودين فيها دول يبقوا اخواتنا. انا وحده يعلم بالفرحه اللي بتبقى جوانا باي نصر بينتصروه، او بالحزن اللي بيبقى جوانا برضو على اي خسائر بيخسروها. يبدو من اللي احنا اكتشفناه ان اسرائيل احتلت كل الوطن العربي، لكنها لازالت بتحاول تحتل فلسطين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.